السلام عليكم. فرضنا ان حد معاك في الشغل دبر لك مصيبه والحمد لله نجيت منها، هتحاول تنتقم منه ولا هتسامحه ولا هتسيبه للزمن؟ انا جنة عادل ودي سحلة نص الليل. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من امر الجني مع التاجر، وبيبتدي صاحب الكلبين يحكي حكايته. بقى يا مولانا الكلبين اللي معايا دول اساسا اخواتي، وابونا مات وساب لنا قرشين قسمناهم بينا بما يرضي الله، واشتغلت انا في التجاره واخواتي عملوا فيها واحده سافر انت لست شجره، وبعزقوا القرشين اللي ورثوهم على السفر، وفي الاخر رجعوا لي حافيين وعريانين وحالتهم كرب. صعبوا عليا يا ملك الجان وحجزت لهم في السبا وجبت لهم لبس جديد وقلت لهم الفلوس اللي معايا هنقسمها علينا احنا الثلاثه، بس فككوا بقى من موضوع السفر ده واشتغلوا في التجاره زي الناس العادله. وقعدوا معايا يا مولاي واكرمتهم اخر كرم، وبالزق والخناق وافقوا ان هم يشتغلوا في التجاره لحد ما عملوا قرشين كويسين. بس برضو كان كل اللي عليهم نسافر. طب سافر، اصل شخصيتك هتتغير، اصل السفر ده كله فوائد. طب احنا ممكن نسافر نستورد حاجات من بره ونولع الدنيا. 6 سنين يا اخوانا من الزمن المتواصل، لحد ما في الاخر قلت وماله، خلينا نسافر رحله تجاريه. وجهزت مركب ومليتها بضاعه وركبنا البحر، والحمد لله ربنا وفقنا في السفريه وكسبنا الدينار ب10 دينار. وبعد ما خلصنا تجارتنا واحنا بنلم بعضنا علشان نركب المركب ونرجع، لقينا على الشط جاريه في منتهى الجمال، بس الزمن شكله دايس عليها شويه. اختارتني الجاريه من بينهم وقربت مني وقالت لي بقول لك ايه، انت شكلك كده ابن ناس، ممكن اطلب منك معروف؟ انا قلت دي هتخش الدخله بتاعت اصل انا محفظتي ضاعت وساكنه في اكتوبر وهات 250 جنيه الاوبر. بطلع المحفظه قالت لي لا لا انا عايزاك تتجوزني. ايه يا حاجه في ايه؟ قعدت تقول لي انا بنت ناس والله، بس الزمن جه عليا واتجوزني وانا وعدك عايش بقيه حياتي اخدمك بعينيا. والصراحه انا لقيتها جميله وغلبانه وشكلها كده بنت حلال، قلت وماله نتجوز عادي كده، مفيش فير اوف كوميتمنت، مفيش 8 شهور اون اند اوف لحد ما حد يطلع توكسيك وحد يطلع تروماتايزد. واو. ماشي، رجعنا المركب وركبنا البحر والقبطان عقد علينا، بس اخواتي الغيره عمتهم. انا توفقت في سفري وهم ما توفقوش، والبنت اختارتني وما اختارتهمش. في الليل صحينا على اخواتي شايليني انا والعروسه وبيرمونا في الميه. قالت لي اعلم يا انسي ان انا من بنات الجن، وان انا لما شفتك حبيتك فدخلت في صوره الادميه علشان اطلب منك الجواز، وما تخافش انا مش هاذيك، بس اخواتك دول ليلتهم سودا، انا لازم اقتلهم. بصراحه يا جماعه صعبوا عليا، الدم برضه عمره ما يبقى ميه. قلت لها لا ارجوكي كله الا القتل، انا ان كان على الحركه اللي عملوها دي انا مسامحهم. عايز تنقطني يا راجل؟ شالونا ورمونا في البحر بقول لك. قعدت اقول لها يا ستي معلش عشان خاطري. قالت لي بقول لك ايه، لا خاطري ولا خاطرك، بلاش خيابه، قوم نطير على البيت دلوقتي ونبقى نشوف هنعمل ايه. وطارت بيا يا جماعه وروحت البيت، لقيت كل البضايع والفلوس بتاعتي مستنياني هناك. خدت الفلوس ونزلت السوق علشان احاسب التجار التانيين، ولما رجعت لقيت الكلبين دول. ايه دول يا وليه؟ قالت لي انا بعت لاختي وهي اللي مسختهم كلبين، وهيفضلوا على الهيئه دي لمده 10 سنين عقابا ليه. وعشنا مع بعض يا جماعه انا والمدام والكلاب ال10 سنين اللي فاتوا، والنهارده يبقوا ال10 سنين تموا، وانا ديني كنت رايح لاخت المدام علشان تفك سحر اخواتي. فقابلت الراجل المنحوس ده في الطريق. ايه رايك بقى يا ملك الجان في الحكايه؟ ملك الجان اتبسط، بص للكلاب صحيح الكلام ده؟ الكلاب قالوا له حصل يا باشا. فوافق ملك الجان يتنازل عن تلت دم التاجر للراجل صاحب الكلبين. هنا الراجل صاحب البغله خدته الحماسه. طب هي دي حكايه دي، ده انا شخصيا كنت كلب قبل كده والبغله دي هي اللي سحرتني، بس ربنا نجاني منها. ملك الجن ما بقاش مصدق، لا يا جماعه اسمع حكايته وانا من نفسي هتنزل له عن تلت دم التاجر. فبيحكي الراجل ان البغله دي يا جماعه كانت مراتي، وسافرت سنه في شغل، ولما رجعت لقيتها في وضع مش ولا بد مع واحد من العبيد، وقبل ما اعمل اي حاجه اتناولت كوز فيه ميه وقعدت تقول كلام مش مفهوم ورشت منه عليا، فتحولت كلب وطردتني من البيت. اتشردت شويه في الشوارع لحد ما استقريت قدام دكان جزار، والراجل بصراحه كان طيب وكان بيعطف عليا وبيديني بواقي اللحمه والعظم، لحد ما في يوم من الايام الراجل خدني معاه بيته. بنته اول ما شافتني غطت وشها وقالت له يا بابا مش تقول ان عندنا ضيوف؟ ضيوف ايه يا بنتي، ده كلب. قالت له لا ده مش كلب، ده راجل مسحور ومراته هي اللي سحراه. فالجزار قال لها يا بنتي طب بالله عليكي تعرفي تفكيه؟ قالت له اعرف. وجابت كوز ميه وقعدت تعزم عليها ورشت منها على وشي، اخرج من صورتك دي وارجع صورتك الادميه. فرجعت بني ادم تاني وقعدت اشكرها طبعا. قلت لها معلش بس لو ممكن شويه ميه من الكوز ده علشان انا في حساب بيني وبين المدام. قالت لي ماشي. تاخد من الميه دي وتسمي بسم الله وتسمي الحاجه اللي انت عايزها تتحول ليها هتتحول في الحال. وفعلا خدت منها كوز الميه وروحت البيت بالليل لقيتها نايمه، رحت رشش على وشها الميه دي وقلت لها بسم الله وباذنه تخرجي من صورتك الادميه وتتحولي لبغله يا بغله. فبقت هي البغله اللي معايا دي، وهي دي يا ملك الجان قصه حياتي. ملك الجان ما بقاش مصدق، بص للبغله صحيح الكلام ده؟ فالبغله هزت راسها
حصل يا باشا. خلاص يا جماعه، حكاياتكم طلعت اعجب من العجب فعلا، وانا اتنزلت لكم عن دم التاجر، اتفضلوا روحوا بقى. وبكده اتنازل الجني عن انتقامه، وده يرجعني للسؤال اللي ابتدينا بيه السحله. حكايه التاجر والجني هي قصه بالاساس عن الانتقام، بتورينا 4 نماذج لناس بيتعاملوا مع الانتقام ازاي. اول واحد كان موقف التاجر صاحب الغزاله، ما كانش فارق معاه الانتقام خالص، وكل همه كان ان بس ابنه يرجع كويس. وحتى بعد كده لما بنت الراعي سحرت مراته وخلتها غزاله، ما كانش بدافع من الغضب او الانتقام على قد ما كان بس عشان تأمن شره. وتاني موقف كان موقف الراجل صاحب الكلبين، برضه هو ما كانش متحمس لفكره الانتقام، وما كانش عنده مانع ان هو يسامح اخواته اكشولي ويحاول يدافع عنهم قدام الجنين. وتالت موقف هو الراجل صاحب البغله، الراجل ده حس ان هو محتاج يحقق العداله لنفسه وينتقم من مراته ويعمل فيها زي ما هي عملت. واخيرا موقف الجني اللي اتنازل على الانتقام بالكامل قدام الحدوته الحلوه. انتوا ايه رايكم في ال4 مواقف دول؟ عاده بتتصرفوا ازاي لما حد بيسيء اليكم او يحاول يأذيكم؟ قولوا لي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير، وسحلوا اصحابكم. والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.